يلا بقى تعالوا عيشوا معانا يوم صد رد من القاهرة لاسكندرية. عشنا يوم حلو قوي قوي ونزلنا البحر، اجواء لطيفة وجميلة. كل حاجة هتشوفوها في خلال الفيديو، المكان اللي احنا رحناه. انا هسيبكم كده تستمتعوا بالفيديو واجواء الزحمة بتاعت اسكندرية والبحر. بجد يوم حلو قوي قوي قوي، لازم كده تخطفي كده ولو يوم تغيري جو نفسية قبل المدارس والدوشة. هنا بقى كنا دخلنا المنتزه، دي بوابات المنتزه، وزي ما انتوا شايفين انا عماله اضحك واهزر بقى مع اختي، اقول لها قولي له بس احنا تلاتة بس. فبجد حلوة قوي قوي. المنتزه بقت حاجة تانية خالص، اتغيرت 180 درجة. اجواء لطيفة، كل حاجة بقت منظمة، حتى لو في كذا تيكت انت بتدفعيه فبيبقى مقابل الخدمات اللي اتغيرت والحاجات اللي انت هتشوفيها. بجد حلوة قوي قوي. يعني عارفين لما بتبقى الحاجة مرتبة بتبقى ألطف وأنضف بكتير، بيبقاش فيها دوشة، بيبقاش فيها كركبة. لا هنا مثلا انت بتخشي تخلي العربية في الباركينج فبتدفعي تيكت للباركينج وبتركبي الجولف كار او طفطف. هتشوفوا برضو الطفطف بتاع الاطفال شكله لطيف جدا. فان انت تركني العربية والجولف كار هي توديكي المنتجع اللي انت عايزة تروحي فيه. بصوا عندنا سياح اهو نازلين من الميكروباص والدنيا لطيفه. انت بقى سواء معاكي عربيه تنزلي، المواصلات سهله جدا في اسكندريه ان انت توصلي المنتزه بقى، سواء ميكروباص سواء اتوبيس كبير بقى، تاكسي اوبر، اي حاجه. المهم ان شاء الله توصلي، وسهله وبسيطه خالص. بجد يوم هتغيري نفسيا خالص، وكل ما تكون الحاجه مرتبه بتبقى اليوم بالنسبه لك مترتب وسهل. هنا بقى احنا عمالين نلف ورا الميكروباص عشان ندخل الباركينج. انا بقى وصلت اسكندريه، سلمت قلت لاختي بقى لا انتي بقى سوقي في الزحمه عشان مع نفسك بقى انت. واحنا مروحين دبستني انا اللي اتدبست. بصوا الطفطف بتاع الاطفال، مش عارفه بقى ينفع الكبار يركبوا فيه ولا لا، عجبني قوي شكله لطيف. هنا بقى كنا دخلنا باركينج غلط. خلاص بقى دخلنا وركننا العربيه وظبطنا وركبنا بقى الجولف كار، وعاملين بقى اغاني وكده وهنروح على المنتزه باي. انا دي تاني مرة اروحها بس حلو لطيف، هيعجبكم ان شاء الله. هسيبكم بقى تستمتعوا بالاجواء الحلوة والبحر، وارجع لكم اخر الفيديو. دودو حلوة كده.
بالظبط اول ما تلاقوش يا جماعه. بصوا الساعه كام وانتوا جايين؟ ماشي الناس ماشيه. انا بقول لك الله ينور عليك. انت كده اقرب مكان ايمن اقرب مكان ايمن. ردي يا لوز. ماشي عادي ردي. السلام عليكم. احنا في البحر اهو. طلعي بقى اللي باين سندوتشات بقى معاكي كله، مفيش طلعي. طب ماشي هيعملي لهم بقى سندوتشات العيش الكيلو. يلا اعملوا بقى سندوتشات. هاي. عشان عشان انا قلبي طيب ربنا بيحبني، ما لحقتش اخد منهم على البوابات اللي بين القاهره واسكندريه. شركه راني كانت عامله دعايه على البحر وبيلفوا يوزعوا على الناس كنز راني كده، ليمون نعناع حلو قوي قوي فور فري بقى. شفتوا ربنا بيحبني، ما لحقتهمش على البوابات، جولي لحد عندي على الشاطئ. حاجه برضه حلوه ولطيفه، ما يلفوا على كل الترابيزات ويخلص ويرجعوا يملوا تاني الشنطه اللي معاهم ويوزعوا على الناس. فكانت حركه حلوه جدا جدا، كل الناس استمتعت، كل الناس اتبسطت. هنا بقى بنت اختي كانت بتعمل لهم بقى اعلان، فبقول لها فرجيني عملت ايه. هنا بقى كان في فرح، فكانت بقى عمالين يفرقعوا صواريخ وكده، وكان بقى بصوا المغرب بقى أذن والشاطئ بعد ما كان زحمة بقى فاضي، الجو بقى تحفة. قعدنا بقى شوية كده استمتعنا بالأجواء بقى لوحدنا. بصوا شفتوا الدنيا فاضية. يعني بصوا احنا لولا ان احنا واخدين اليوم من الاول وسفر وكده فتعبنا. انا كنت سهرت للصبح. هنا بقى ده البول، المنتجع على فكرة فيه بول وفيه بحر، ممكن تقدري تدفعي تيكت للاتنين وممكن تختاري حاجة واحدة. احنا كنا مختارين البحر بس، وخدته لكم لقطة البول او البسين في اول الفيديو بس ما كانش واضح برضو من الزحمة اللي فيه، فوريته لكم. انتوا تقدروا زي ما قلت لك تاخدي تدفعي تيكت للاتنين تستخدميهم، تقدري تختاري حاجة واحدة بس. وهنا بقى خلاص كنا مروحين، كانت حوالي الساعة 11 بقى بالليل. برضو الأجواء بالليل تحفة بقى، وعجل وفي بقى أفراح وعرايس بقى وناس بقى بتلعب، وفي كمان كيدز اريا الأطفال وملاهي الأطفال يقدروا يلعبوا فيها. برضو ما بترجعي بالجولف كور لحد الباركينج او للبوابة بره بقى لو انتي جاية بمواصلات او شايفين العجل. حاجة بجد كان يوم حلو قوي قوي قوي. فعلا الواحد كان محتاج يغير المود ده. وكنا هنا خلاص وصلنا القاهرة، خلاص كده انا رحت خطفت حماتي ورجعنا على القاهرة. خلاص بقى كده الحمد لله على سلامتنا. انا طبعا بمنتج لكم الفيديو وانا في البيت. ان شاء الله يا رب يعني عايزة احاول اكررها تاني ونروح مكان تاني. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات احنا عايزين يوم تاني من كده، شجعوني وان شاء الله اعمل لكم. بحبكم قوي، باي باي.